عيش حياتك من غير وجيعة راس. وجيعة الراس من أكثر الحاجات اللي قلقنا في رمضان، واللي عندها أسباب معروفة. هي ارتفاع ليكورسيتونيك في البدن اللي يصنعها من الدهون باش يعطينا طاقة في بلاصة اللي ناخذوا طاقة من السكر. اللي مستانسين زاده بالقهوة ينجم يكون عندهم وجيعة راس في أول رمضان خاصة. اللي يتكيفوا زاده يعانيوا من وجيعة الراس خاصة في الفترة اللي يصوموا فيها. عادة الحالات هذه الكل بشوية دويات نوتالجيك يحلوا لنا المشكل. ماكلتنا زاده ينجم يكون عندها دور في الوجيع، خاصة في الوجيع المزمنة وألم المفاصل، الظهر، الركيب. فعادة جسم متوازن، ميزان عادي وحركة عادية يخلي الجسم يحس أقل وجيع من جسم يبدأ الميزان بتاعه زايد وما يتحركش برشا. فما حاجات أخرى زادة في ماكلتنا الميديترانيين المتوسطية تعاوننا ياسر ضد الالتهابات اللي هما فيهم الأوميغا 3، خاصة في الحوت الأزرق، في زيت الزيتونة، زريعة الكتان. وفما فاحات زادة تعاون ضد الالتهابات، نذكروا الكركم مثلا والزنجبيل. فما حاجات بالعكس نجم تعكر الوجيع نتاعنا، خاصة اللي فيها برشا زيوت نباتية وسكريات. بالطبيعة ما فماش كان الماكلة عندها دور في الوجيع، فما الحركة، فبدأ يتحرك، يعمل رياضة، يمشي، يطلع الدروج على ساقيه. هذوما الكل يحسوا أقل وجيع من العباد اللي ما تتحركش وعندهم برشا ستريس ونومهم مش منظم. أخيرا ما ننساوش راهو الوجيع ماهيش مرض، هي أعراض نداويوها بمسكنات ونستشيروا الطبيب ولا الصيدلي. عيش حياتك من غير وجيعة راس. سانوفي.